مريم قررت إن هي تكسر حاجز الصمت اللي ما بينها وما بين علي، وزي ما يكون كده شبه اعترفت له إن هي معجبة بيه، ولكن ما بتبقاش عارفة إن هي اللي بتقوله ده ممكن يوديها في داهية. أهلا بيكم في ملخص الحلقة السادسة من مسلسل تحت السن. رضوان أخو محفوظ بيروح لرحمة وبيهددها إن هي لازم تخرج محفوظ من القضية اللي هي عاملاها له، وإلا مش هتشوف بنتها تاني أبدا. أما بقى مريم لما تاني يوم بتقابل علي بيقول لها ها، عايزة تقولي حاجة؟ فبتقوله لا أبدا مفيش أي حاجة. فبيقول لها بس أنا سمعت الفويس نوت بتاعتك امبارح وحاسس كده إن انتي مخبية عني حاجة. فبتبدأ مريم تقوله إن هي قد إيه أصلا شخصية عاطفية جدا، وإن هي كانت بتحب علي من وهي معاها في المدرسة، ولكن ما كانتش بيجيلها الجرأة أبدا إن هي تتكلم معاه، لحد ما هنا ما بتعرف وبتشوفها وهي بتراقبه في مرة. وفعلا في المرة دي بتروح لها وبتقول لها ان هي قررت ان هي تظبط علاقة علي بمريم، ولكن ما بتتكلمش تاني معاها خالص في الموضوع ده غير مرة واحدة بس. وبتقول لها بقولك ايه، انت ما ينفعش ابدا ابدا ان انت تعجبي بواحد علشان لمجرد ان هو يعني الكبير بتاع صحابه، ولا ان هو يعني شكله حلو ولا معاه عربية ولا الكلام ده. الكلام ده حب مراهقين. مريم فعلا في الوقت ده بتقتنع بكلام هنا وبتشيل الموضوع ده خالص من دماغها، ولكن بتقوله ان هنا كانت بتكذب عليها، طلعت كدابة، ان هي بتظبط معاك وبترتبط بيك وفي نفس الوقت بتقولي لأ ما تكلميهوش تاني او ما ينفعش تحبيه اصلا. ساعتها علي بيتصدم جدا ان مريم بتحبه من زمان، ومع ذلك أول مرة تعترف له. ده لما علي بيبدأ إن هو يدافع عن هنا، فجأة مريم بتقول له هو أنت بتدافع عنها ليه؟ إيه ده بقى باباها لما بيروح لها وهي في الحجز وبيقعد وبيتكلم معاها، بيقنعها ان هي ان شاء الله لما تخرج لازم تروح تتعالج نفسيا، وبيكون باباها داعم ليها جدا وبيقف جنبها بكل الطرق، على عكس مامتها خالص اللي كانت دايما بتقول لها بلاش نقوله بلاش نقوله علشان خاطر ما يتعصبش وما يتضايقش. المحامي بقى بيقول لدليدة ان هي تطمن علشان هم قبضوا على محفوظ، وان حواليه اتهامات كتير جدا ان هو ممكن اللي يكون خاطف هنا، فاطمني. كمان انا عايزه اقولك ان انا بعت للمدرسه علشان نفرغ الكاميرات بتاعتها علشان نثبت ان انتي روحتي تاني المدرسه بعد ما ضربتيها. فدليدة بتقوله تمام ماشي، بس انا عايزه اقول لكم على حاجه، سيد اخو ملك هو اللي رفع الفيديو بتاع الضرب. محامي بيقول لها ان هو هيتصرف معاه، ولكن ابو دليدة بيقول له ده مش وقته، خلينا الاول نخرجها ونطمن عليها، خلاص كده كده الفيديو اتشاف مفيش اي فايدة من اللي هيحصل. لي بيكون لوحده بعدها وبيسمع فويس نوت لهنا وهي بعتاله وهي بتعيط وبتقوله ان هي مضروبة وقاعدة في الحمام بتاع المدرسة اللي ورا ومحتاجة أي حد يجي يلحقها. أما بقى رحمة بتروح تاني يوم لرئيس المباحث وبتقوله إن رضوان جه وهددها وقال لها إن هي لازم تخرج محفوظ وإلا مش هتشوف بنتها تاني أبدا. علي بقى بيروح يتكلم مع ناهد وبيقول لها ان هو شاكك في مريم، فبتقول له ازاي يعني؟ بيقول لها انا شاكك فيها لان هي اعترفت لي ان هي معجبه بيا وبتحبني، وممكن تكون هي اصلا اللي خطفت هنا. فبتقول له ازاي يعني؟ لا طبعا، هنا ومريم كانوا صحاب وقريبين جدا من بعض. قال لها اصل انت ما شفتيش ان هي بتتكلم عليها ازاي امبارح، دي بتتكلم عليها كأنها عدوتها. هي طبعا أول ما عرفت المعلومة دي راحت الكافيه اللي كانوا قاعدين فيه يوم الحادثة، ودخلت للراجل اللي هو مسؤول عن الكاميرات وقالت له انت فاكر يوم الحادثة؟ قال لها اه فاكر. قالت له طيب انت فاكر لما مريم خرجت ورا هنا ورجعت تاني؟ قال لها ايوه فاكر. فقامت قالت له طيب لما خرجت وراها ايه اللي حصل؟ قال لها للأسف كانوا واقفين في مكان الشجر مداري عليهم، يعني ما كانوش باينين في الكاميرا اصلا. بتقول له تمام تمام وبتسيبه وبتروح تسأل الويتر اللي بيكون شافهم بره الكافيه وهما الاتنين مريم بتضرب هنا. طبعا ناهد بتتصدم جدا من الكلام اللي هي بتسمعه، يعني كده فعلا ممكن يكون مريم هي اللي خطفت هنا.
بقى لما بتروح مامتها بتقرر ان هي تروق عليها، وبتقول لها ايه رأيك تعالي نروح ناكل بره، ناكل سوشي مثلا، نقضي يوم سوا. فبتقول لها تمام ماشي، وبتكون مبسوطة جدا. اما بقى التحريات اللي بتكون شغالة على رضوان بتقول ان هو ساب البيت فجأة واختفى، ومحدش يعرف هو راح فين. كمان شقته اللي في الهرم قافلها يعتبر، وان هو كمان مش بيروحها. حتى الشغل لما سألوا عليه قالوا ان هو مش بيجي. ومن ضمن الحاجات اللي بيجيبها هي سجل مكالمات هنا، وبيقول ان هو عايز يعرف ليه شاكر اتصل بيها في اليوم ده كتير جدا الصبح. اما بقى مريم اللي بتخرج مع مامتها وبيبدأوا هما الاتنين يتكلموا، اول ما مامتها بتجيب سيرة هنا مريم بتقفل الموضوع ده تماما، وبتقول ان هي مش عايزة تتكلم عن هنا، وده بسبب صدمتها الكبيرة فيها، وان هي اكتشفت ان هي كدابة. بقى مستر شاكر اللي بيكون عنده بنت اسمها سارة بتكون زميلة هنا ومريم، بيكون باين عليها قوي ان هي متأثرة جدا بحكاية هنا، ولكن مامتها بتكون حازمة جدا وبتقول لها بقولك ايه، انتي مالكيش دعوة بالموضوع ده تاني وما تفكريش فيه اصلا، وان البنت دي اكيد نهايتها مش كويسة علشان البنت دي اصلا بتاعت مشاكل. ولكن مستر شاكر بيتدخل في نفس الوقت وبيقول لها هو انتي بتهاجمي البنت كده ليه، هو انتي تعرفيها؟ وبيطلع ان مرات شاكر عملت مشاكل كتير جدا معاه، لدرجة ان هي في مرة راحت المدرسة وضربت هنا قدام باب المدرسة بسببه. تقول له ان انت علاقتك بالبنات دي ممكن تودينا في 60 داهية وتدخلك في سين وجيم، ويا ريت تبطل تعامل البنات كده. ناهد بقى بتروح هي وبابا داليدا يزوروا داليدا، وداليدا بتكون زعلانة جدا من ناهد لان هي السبب في حبستها طبعا. ناهد بتقول لها والله العظيم انا ماليش دعوة باي حاجة، انا بس ما ينفعش ان انا ادبس نفسي، ولكن انا عايزة اقولك على حاجة مهمة، مريم طلعت بتحب علي. فبتقول لها ايه ازاي؟ فبتقول لها ده اللي انا اكتشفته وعرفته، وان هما الاتنين اتخانقوا قدام الكافيه، وان هي لازم تقول الكلام ده لرئيس المباحث علشان مريم برضو تتسأل زيها. أول ما مريم ومامتها بيرجعوا البيت بيلاقوا الضابط جاي يقبض على مريم، ولما بتروح لرئيس المباحث وبيبدأ يحقق معاها بيقول لها احكي لي كده ايه اللي حصل ما بينك وما بين هنا. فبتقول له انا ماليش دعوة بأي حاجة. فبيقول لها لأ، انتي ليكي دعوة بأمارة الخناقة اللي حصلت قدام الكافيه. فبتقول له لأ، دي خناقة كانت علشان حاجة تانية. بيقول لها اكيد طبعا علشان انتي بتحبي علي مش كده؟ بتبدأ مريم بقى تفتكر ايه الخناقة وايه اللي حصل ما بينها وما بين هنا. لما مريم بتجري ورا هنا لما بتخرج من الكافيه بتقول لها هو انتي كنتي مرتبطة بعلي؟ فهنا بتسكت. وقتها مريم بتتأكد ان هي ايوه فعلا كانت مرتبطة بيها. بتقول لها يعني انتي كنتي بتكدبي عليا، كنتي بتضحكي عليا، كنتي بتقولي لي ان انتي ما تحبيهوش ومش عارفة ايه، وانتي كنتي بتظبطي معاه. وبتبدأ ان هي تمد ايديها عليها وبتضربها بعنف جدا قدام الكافيه. انا بتسيبها وبتمشي. رئيس المباحث طبعا بيقول لها واكيد طبعا انتي اللي راقبتي صحابك لما دخلوا وضربوها في الحمام، وبعد ما مشيوا انتي دخلتي وراهم مش كده؟ بتقول له ايوه ما انا دخلت بس انا ما كنتش اعرف ان هم ضربوها. بيقول لها وبعدين روحتي وراها ليه، عملتي فيها ايه؟ بيبان بقى ان مريم كانت فعلا مراقبة دليدة وملك وهم خرجوا من الحمام، وبعد كده بتدخل الحمام بتلاقي هنا مقصوص شعرها ومضروبة، ولكن مريم بتيجي تكمل عليها وبتبدأ تضربها لحد ما هنا بتتخبط في دماغها وبتقع وبيغمى عليها. ولكن مريم طبعا بتقول لرئيس المباحث ان هي ما عملت لهاش حاجة، هي يا دوبك بتزقها، هي وقعت واغمى عليها فسابتها ومشيت. بقول لك يا مريم انت كده كده مش هتطلعي من هنا غير لما تقولي الحقيقة. فبتقول له والله العظيم انا بقول الحقيقة وما عملتش اي حاجة في هنا وما اعرفش عنها هي راحت فين اصلا. فبيقول لها خلاص انت كده كده هتفضلي معانا. اهل المنطقة بقى عند رحمة بيبدأوا يشوفوا الفيديو وبيصعب عليهم رحمة، ولكن طبعا في ناس تانية بتكون شمتانة وبيفضلوا دايما يلوموها على تربيتها واخلاق بنتها، وبيقولوا لها ان بنتك ما كانتش كويسة وان الخناقة دي كانت خناقة بنات علشان واد. مامة مريم بقى بتطمن على بنتها، ولكن بيقولوا لها ان بنتها مش هتخرج دلوقتي وان هي تمشي احسن لها. فبتبدأ ان هي تنهار من العياط وبتتصل بمستر شاكر علشان تحكي له اللي حصل لمريم. مرات شاكر بتقول له خير في ايه؟ فبيقول لها ان مريم اتقبض عليها
بخصوص قضية هنا. فسارة بتسمعهم وبتقول لهم ايه ده، مريم اتقبض عليها ليه؟ دول كانوا صحاب. فبيقول لها مش عارف. طيب اعمل ايه دلوقتي؟ طيب ابعت لهم محامي. فمراته بتقول له بقول لك ايه يا شاكر، انت مالكش دعوه بالمشاكل دي، طلع نفسك منها بقى. مامة مريم بقى بتدخل لمريم علشان تزورها وتقعد تتكلم معاها، وبتقول لها مريم لو في حاجه عرفيني علشان اعرف اتصرف. فبتقول لها اللي حصل فعلا في اليوم ده بتفصيل الممل. بتقول لها ان هي خرجت ورا هنا لما خرجت من الكافيه، وراحت وكان حصل خناقة قدام الكافيه، وبالفعل فضلت مراقباها لحد ما شافت البنات وهم خرجوا من الحمام، بس ما كانتش تعرف ان هم ضربوها. فدخلت وراهم، ولكن لقيتها مضروبة ومقصوص شعرها ومخبوطة في دماغها وبتنزف. فهي كمان اتخانقت معاها وضربتها وزقتها لحد ما وقعت واغمى عليها. كمان بتقول لمامتها ان هي لما رجعت من البيت غسلت الكوتشي اللي كانت غرق بدمها، حطته في الغسالة. وطبعا ما حكتش لمامتها خالص الموضوع ده، وما كانتش عارفة ان الموضوع ممكن يتكشف في يوم من الايام. مامتها بقى بتقول لها ده اذا اصلا هنا ظهرت، يا رب تظهر بقى علشان تخرجي، ولو في اي حاجة تاني يا ريت تعرفيني. المحامي بقى بيروح لسيد اخو ملك. سيد بيكون رايح له فاكر ان هو عنده اخبار جديدة علشان يقدر يخرج ملك، ولكن المحامي بيكون جاي علشان يهدده وبيقول له ان هو هيوديه 60 داهية لان هو اللي رفع الفيديو. ولكن سيد بيقول له بقولك ايه، انا عملت مشاكل كتير جدا وعارف ان انا اصلا ممكن اروح في 60 داهية، بس انا ما رفعتش الفيديو. ناهد بقى لما بتروح المدرسة تاني يوم، علي وجاسر بيقعدوا معاها، وعلي بيقول لها انت ازاي تروحي تقولي للضابط المعلومات اللي انا قلتها لك او تقولي له الكلام اللي انا قلته لك. ناهد بتقول له ان كانت لازم تعمل كده، وبعدين فيها ايه يعني، ما ملك ودليدة محبوسين. فبيقول لها ماشي، هما الاتنين محبوسين ما علشان هما الاتنين ضربوا هنا، انما مريم عملت ايه؟ فنودي بتقوله ان مريم برضه هي كمان دخلت الحمام ورا هنا وضربتها. تقول له مش بعيد ابدا ان هي اللي تكون عملت كل البلاوي دي ومحدش عارف، ولا انت خايف بقى اسمك هو اللي يجي في التحقيق؟ اما بقى الضابط فبيبدأ تحقيق مع مامة مريم، وبيقول لها ان انت ممكن تكوني اللي ساعدتي مريم وقتها يعني في خطف هنا. فبتقول له لا طبعا ازاي. فبيقول لها علشان مريم احنا ما كناش اصلا شاكين فيها وما كناش اصلا حاطينها في اعتبارنا، ولكن مريم اللي اكتشفناه ان هي دخلت ورا هنا وضربتها في الحمام، مش بعيد تكون انت اللي ساعدتيها يعني وجيتي خدتيها في عربيتك ومشيتوا. فقامت بتقول له لا طبعا، وحضرتك تقدر تتأكد من الكاميرات بان انا اذا كنت جيت المدرسة في اليوم دوت ولا لا. كده وملك بقى في الحجز لما مريم بقى بتجيلهم بيقولوا لها اه انت كنت عايزة بقى تبعدي الشبهات عنك ها، علشان كده جريتي على الضابط ورحتي قلت له ان احنا اللي ضربناها، مش كده؟ واتاريك انت بقى اللي عملتي فيها كده. بعدها بيظهر مشهد لهنا وهي مربوطة ومتكتفة في الكرسي في شقة مهجورة، وهنا بتحاول ان هي تخرج نفسها ولكن مش عارفة. يا ترى مين اللي بيعمل كده في هنا؟ ده اللي هنعرفه الحلقات اللي جاية. ما تنسوش تدوسوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وما تنسوش تتابعوني علشان تعرفوا باقي ملخصات الحلقات او اي ملخصات تانية. سلام.